رجل من الكويت، هذا الرجل أصابه الله عز وجل بفشل كلوي، تلف في الكلية بتاعته، وصل في المرحلة الأخيرة مع الأطباء خلاص إنك أنت يعني لازم حد يتبرع لك بكليته، واحد كده يتبرع لك بكليته علشان تقدر ترجع يعني للحياة مرة ثانية. ولا تنسى أن الشافي هو من؟ هو الله. ولاده قالوا له يابا احنا نعرض نفسنا للموت. بدأ ولاده 3-4 صبيان كده يتخانقوا مع بعض على اللي يتبرع بكليته لابوه. شوف مدى البر. أسأل الله أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أمواتا وأحياء، قولوا آمين. كل الأولاد عملوا فحوصات ووشوعات، محدش منهم نفع. الراجل ده كان غني لدرجة ما شاء الله يا أحباب، ربنا مديله من الملايين والمليارات ما شاء الله. قال خلاص ننزل إعلان إن اللي عنده استعداد يساعدني بكليته هديله 70,000 دولار. تخيل، انت متخيل واحد يجي يديله كليته وياخد 70,000 دولار؟ يدوروا شهر 2-3 مفيش. الراجل قال لأولاده انزلوا إلى أي دولة من الدول الفقيرة واعرضوا عليهم الأمر وسنجد إن شاء الله. نزلوا من دولة من الدول الفقيرة، وليكن مثلا دول إفريقيا أو ما شابه. المهم في النهاية لقوا حد يدي الراجل ده كليته، الراجل الكويتي ده. طيب ماشي، وبعدين اعمل يا عم التحاليل والفحوصات والاشاعات، واحجزوا المستشفى واحجزوا الدكاتره، ومعايا الفلوس، واولاده ما استخسروش في حاجه، وكل حاجه ماشيه على ما يرام ما شاء الله. الراجل الكويتي قبل ما يعمل العمليه ب3-4 ايام مجهز الشيك بتاعه للي هيتبرع بكليته له، وقيمته قد ايه؟ 70,000 دولار. يعني يحول الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. وبرضه علشان ما تفرعش في الموضوع، اوعى تفتكر ان الدنيا كلها فلوس. أسأل الله أن يغنينا بالحلال أجمعين، قولوا آمين. مش كل الرزق فلوس يا عم الحاج، مش كل الرزق فلوس يا عم الحاج. المهم في النهاية أنا عاوز أشوف اللي هيتبرع ليا بكليته قبل ما أعمل العملية. يابا خلاص ده احنا حجزنا واتفقنا مع الدكاترة وهم عارفين أبوهم، يخشون على أبيهم أن يرق قلبه لمن يعطيه كليته فلا يعمل العملية. قال لهم ده شرطي، أنا مش هتحرك من بيتي ولا هخش حجرة العمليات إلا لما أشوف اللي هيتبرع بكليته. قالوا له خلاص. وإذ بهذا الرجل يتفاجأ ببنت في سن الشباب. هو أنت اللي هتتبرعي بكليتك؟ قالت آه. قال وما الذي حملك على ذلك؟